أهلا بكم في قناة أخضر وأكثر. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة ومثيرة. اليوم راح نتحدث عن واحدة من أروع المباريات التي شهدها كأس العالم. مباراة جمعت بين المنتخب المغربي ومنتخب البرازيل، انتهت بتعادل تاريخي جعل كارلو أنشيلوتي نفسه يقول مبروك النقطة. نعم يا أصدقاء، تعادل ثمين جدا. نتيجة قد تبدو بسيطة على الورق، لكنها في الواقع إنجاز كبير للمنتخب المغربي الذي واجه أحد أقوى المنتخبات في العالم، منتخب السامبا البرازيلي المرصع بالنجوم. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل المباراة، دعونا نتوقف قليلا لنفهم حجم هذا الإنجاز. البرازيل 5 ألقاب في كأس العالم، منتخب عريق، تاريخ حافل بالإنجازات، نجوم يلعبون في أكبر أندية العالم، تقنية عالية، مهارة فردية استثنائية، تاريخ كروي عريق. أمام هذا العملاق وقف المنتخب المغربي بشموخ، بروح قتالية عالية، بتنظيم تكتيكي محكم، وبإرادة صلبة أثبتت أن المستحيل ليس له مكان في قاموس الأسود الأطلسية. لنبدأ مع التشكيلات. المغرب دخل المباراة بتشكيل متوازن، اعتمد على الدفاع المتين والهجمات المرتدة السريعة. الخط الدفاعي كان منظما بشكل مثالي، كل لاعب يعرف دوره تماما، التنسيق بين المدافعين كان على أعلى مستوى، والجميع يعمل كوحدة واحدة لا يمكن اختراقها بسهولة. في خط الوسط ظهر اللاعبون المغربيون بمستوى رائع، قطعوا الكرات، وزعوا الكرات بذكاء، وسيطروا على مناطقهم بشكل ممتاز. لم يكتفوا بالدفاع فقط، بل شاركوا بفعالية في بناء الهجمات، وأظهروا فهما تكتيكيا عاليا لطريقة لعب المدرب. أما في الهجوم فكانت المفاجأة السارة. المهاجمون المغاربة لم يكونوا مجرد عناصر دفاعية، بل شكلوا خطرا حقيقيا على المرمى البرازيلي في كل هجمة مرتدة. السرعة، المهارة، والقدرة على استغلال المساحات، كلها عناصر ظهرت بوضوح في أداء الهجوم المغربي. البرازيل من جانبها دخلت المباراة وهي تبحث عن الفوز ب3 نقاط. التشكيلة البرازيلية ضمت أسماء لامعة، نجوم من الطراز الرفيع يلعبون في دوريات كبيرة. لكن كرة القدم ليست مجرد أسماء، كرة القدم لعبة جماعية، تحتاج إلى انسجام، إلى عمل جماعي، إلى روح قتالية. من الدقائق الأولى ظهر أن المباراة لن تكون سهلة على البرازيل. المغرب ضغط بشكل جيد، أغلق المساحات، وصعب مهمة اللاعبين البرازيليين في التمرير والتحرك. البرازيل حاولت فرض سيطرتها، حاولت تمرير الكرة بسرعة، لكن الدفاع المغربي كان كالصخرة، صعب الاختراق، قوي، متماسك. في منتصف الشوط الأول بدأت البرازيل في خلق بعض الفرص. تسديدة من خارج المنطقة، كرة رأسية خطيرة، محاولة فردية من أحد النجوم البرازيليين، لكن الحارس المغربي كان في الموعد. تصديات رائعة، ثقة عالية، وأداء مطمئن أعطى الدفاع المغربي المزيد من الثقة. المغرب من جانبه لم يكن مجرد فريق يدافع. في الدقيقة 30 جاءت هجمة مرتدة سريعة، تمريرة دقيقة، حركة ذكية، وتسديدة قوية كادت أن تهز الشباك البرازيلية. لولا براعة الحارس البرازيلي لكان المغرب قد افتتح التسجيل. هذه الهجمة كانت رسالة واضحة للبرازيل: نحن هنا لنلعب وليس فقط للدفاع. الشوط الثاني بدأ بنفس الحماس ونفس الروح القتالية. المغرب واصل الضغط، واصل التنظيم الدفاعي الممتاز، والبرازيل واصلت المحاولة، واصلت البحث عن ثغرة في الدفاع المغربي، لكن دون جدوى. في الدقيقة 60 جاءت أخطر فرصة للبرازيل، كرة عرضية رأسية قوية، لكن القائم كان في انتظارها. تنفس الجميع السعداء في المعسكر المغربي. كانت لحظة حاسمة، لحظة قد تغير مجرى المباراة، لكن القدر أراد أن تبقى النتيجة متعادلة. بعد هذه الفرصة زاد المغرب من احتياطه، تراجع قليلا، أغلق المساحات أكثر، أصبح أكثر حذرا. لكن في نفس الوقت لم يتخل عن فكرة الهجوم المرتد. في الدقيقة 75 هجمة سريعة، مراوغة جميلة، وتسديدة قوية علت العارضة بقليل. يا لها من فرصة! الدقائق الأخيرة كانت صعبة جدا على المنتخب المغربي. البرازيل ضغطت بكل قوتها، زجت بكل مهاجميها، حاولت بكل وسيلة ممكنة أن تسجل هدف الفوز. لكن الروح القتالية المغربية كانت أقوى، كانت أعلى، كانت أكثر إصرارا. اللاعبون المغاربة دافعوا بشراسة، قطعوا الكرات، ضحوا بأنفسهم، لم يتركوا أي مساحة للبرازيل. كل لاعب أصبح مدافعا، كل لاعب أصبح حارسا لمرماه. هذه هي الروح القتالية التي تميز المنتخبات الكبيرة. وفي الوقت بدل الضائع جاءت اللحظة التي ستخلدها الذاكرة المغربية. هجمة برازيلية محققة، كرة في المنطقة، لكن الدفاع المغربي تمكن من إبعادها في اللحظة الأخيرة. تصفية رائعة، تركيز عالي، وثبات أعصاب استثنائي. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية كانت النتيجة تعادلا إيجابيا جدا للمغرب.
تعادل يشعر المغربيون أنهم خسروا فرصة الفوز، وهذا في حد ذاته إنجاز. أن تتعادل مع البرازيل وأنت تشعر بالأسف لأنك لم تفز، هذا يعني أنك قدمت مستوى رائعا. لنلقي نظرة على الإحصائيات. الاستحواذ كان للبرازيل، هذا متوقع، لكن الأهم من الاستحواذ هو كيفية استغلال الكرة وكيفية الدفاع عندما لا تكون الكرة بحوزتك. المغرب دافع بشكل منظم، هاجم بذكاء، واستغل الفرص المتاحة له بشكل ممتاز. عدد التسديدات على المرمى كان متقاربا، وهذا في حد ذاته إنجاز للمغرب. أن تواجه البرازيل وتكون لديك فرص تهديف مماثلة، هذا يعني أنك لعبت مباراة كبيرة، مباراة تليق بمنتخب طموح يسعى لتحقيق إنجازات. الأداء الفردي للاعبين المغاربة كان ممتازا. الحارس تألق في أكثر من مناسبة. الدفاع كان متماسكا وقويا. خط الوسط سيطر على مناطقه، والهجوم كان خطيرا في كل هجمة مرتدة. الجميع عمل من أجل الفريق، الجميع ضحى من أجل النتيجة. هذا التعادل ليس مجرد نقطة في جدول الترتيب، هذا التعادل رسالة للعالم كله. المغرب موجود، المغرب قوي، المغرب قادر على منافسة الكبار. هذه النتيجة ستعطي الثقة للاعبين، ستعطي الأمل للجماهير، وستجعل الجميع يؤمن بأن المنتخب المغربي قادر على تحقيق المزيد. البرازيل خرجت من هذه المباراة وهي تعلم أن الطريق لن يكون سهلا في كأس العالم. أن تتعادل مع المغرب بهذه الطريقة، أن تواجه هذا الدفاع الحصين، أن تلعب ضد هذه الروح القتالية، كل هذا يجعل البرازيل تدرك أن أي مباراة في كأس العالم يمكن أن تكون صعبة. في الختام، هذا التعادل يستحق التهاني. مبروك للمغرب، مبروك للجماهير المغربية، مبروك لهذا الإنجاز الذي سيبقى في الذاكرة. نعم، التعادل مع البرازيل إنجاز، نعم النقطة ثمينة جدا، ونعم المغرب أثبت أنه منتخب كبير. شكرا لمتابعتكم قناة أخضر وأكثر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، واكتبوا في التعليقات رأيكم في المباراة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. أخضر وأكثر، معكم دائما.